ازاي باتمان يقدر يهزم سايتاما؟ انا بصراحة مش عارف اقول ايه ولا ايه. سايتاما مستوى قوته حرفيا غير محدود، لو شفت مقدار قوته هتتصدم. للاسف مفيش غير طريقة واحدة بس لباتمان، حتى في اكتر سيناريو مجنون وافتراضي ولو لواحد في المية يقدر يهزم بيها سايتاما. وقبل ما اخش ازاي باتمان يقدر يهزمه، فلازم الاول اوضح لك مقدار قوة سايتاما، لان عارف ان اغلب الناس اللي هنا بتتابع كوميكس مش انمي، فافهمك مقدار قوته وليه هو قوي بالشكل ده. في عالمه سايتاما هو الاقوى على الاطلاق، بيمتلك قوة غير محدودة، قوة تخليه يهزم اضخم واقوى الخصوم بلكمة واحدة بس. زي ما سمعت، لكمة واحدة. في عالم وان بانش مان الوحوش والاشرار متقسمين على حسب مقدار قوتهم. اقوى الابطال مستوى قوتهم اس، واقوى الوحوش مستوى قوتهم دراجون. وفي نوع نادر جدا بيمتلك قوة كبيرة قوي اسمها القوة الملكية. عندك مثلا بطلة بقوة اس عندها قدرة التلاعب بالاشياء وتحريك الاشياء ذهنيا، تقدر تنقل مباني كاملة بعقلها. عندك واحد تاني اسرع من الصوت. عندك واحد تالت يعتبر آلي بيمتلك طاقة نووية حرفيا، ووحوش قادرين على التهام الارض او تدمير مدن كاملة في ثواني. تخيل وسط كل دول بيظهر سايتاما اللي بلكمة واحدة بس قادر على قتل اي حد مهما كانت قوته. سايتاما مرة عطس في المانجا دمر كوكب المريخ حرفيا. مرة سدد لكمة لوحش بشري اسمه جارا بيمتلك قوة كونية، ومن قوة اللكمة دي قدروا هما الاتنين يدمروا 1000 نجم. مرة نط من القمر لكوكب الارض 200 مرة اسرع من سرعة الضوء. سايتاما مخيف بطريقة رهيبة لدرجة ان هو الوحيد القادر على مواجهة الكيان اللي صنع الكون في عالمه، اقوى كيان على الاطلاق. على مدار 3 سنين كاملة كل يوم سايتاما كان بيلعب 100 ضغط، 100 بطن و100 سكوات، وبيجري مسافة 10 كيلو كل يوم بيعمل كده، وده خلاه يخترق حدوده البشرية ويمتلك قوة غير محدودة. وفي المقابل خسر شعره وبقى أصلع، ودي حاجة مزعلاه بالمناسبة. دلوقتي هفهمك أكتر مقدار قوته بالوحوش اللي واجهها، بس قبل ما تفهم، سايتاما عنده لكمتين. لكمة اسمها اللكمة العادية ودي بيستخدمها طول الوقت، ولكمة تانية اسمها اللكمة الجدية ودي استخدمها مع الكيانات الكونية، وفي لكمة اسمها اللكمة الجدية جدا ودي مع الكيانات الملكية. نبتدي بالوحوش. الاول عندك سمكة ملك المحيط، وحش من فئة دراجون قادر على هزيمة ابطال من فئة اس. سايتاما قدر يسدد له لكمة حرفيا حولت الطقس من ممطر لعادي، انهت المطرة، وطبعا قدر يقتله. التاني كائن فضائي اسمه بوروس. بوروس قوي لدرجة انه زهق من الحياة ومن غزو الكواكب ونفسه يلاقي اي حد يهزمه. تقاتل مع سايتاما وكان من الكائنات الملكية، استحمل لكمة سايتاما العادية، ولما انفجرت قدراته كان هيدمر الارض بالكامل، وده خلى سايتاما ينقل القتال لكوكب تاني. كل ما سايتاما يضربه كان جسمه بيتدمر ولكنه بيبقى قادر على تجديد نفسه، وده خلى سايتاما يسدد له مجموعة من اللكمات قضت عليه. واخر كلماته كانت تقريبا اخيرا لقيت الكيان الاقوى على الإطلاق. الأخير هو جارا، وده أقوى حد واجهه سايتاما. قوته مرعبة لأنه للأسف لمس إيد صانع العالم ده، الملك الأقوى اللي قوته غير محدودة، وخد جزء من قوته دي. قتالهم كان قتال شرس، كان هيدمر المجرة بالكامل. حرفيا كان قوي لدرجة إنه قدر يقلد لكمة سايتاما الجدية، قدر ياخدها، ولكنه بيتفاجأ إن سايتاما قوته بتزيد بسرعة مهولة لدرجة إنه مش قادر يواكبها أو يقلدها. سايتاما بيسدد له لكمة جدية جدا بتدمر نجوم، وده برضه ما هزموش. اللي خلى غارة يخاف لما سايتاما عطس والعطسة بتاعته دمرت كوكب المريخ. هنا عرف انه بيعارك حد فوق مستواه وقرر يهرب، ولكن سايتاما مش بيحله وبيسدد له لكمة تانية من قوتها حرفيا خلت جارة يرجع للماضي تقريبا في المانجا. ورغم كل ده لسه برضه ما وصلناش لحدود قوة سايتاما. بعد ما وضحت لك قوته، فتعالى بقى اقول لك يا معلم ازاي باتمان يقدر يهزمه. الطريقة الوحيدة ان باتمان يهزم بيها سايتاما انه ياخده على قد
عقله، يقنعه انه مش تهديد، يديله كوبونات خصم للمولات اللي بيحبها يتسوق فيها، عشان سايتاما بيعشق يشتري المنتجات اللي معمول عليها عرض. لازم باتمان طول الوقت يحسسه انه طيب، يلعب على حتة احساسه بالذنب، يعامله كطفل لان سايتاما عبيط شوية، يجيب له بلاي ستيشن او اكلة بيحبها، اهم حاجة ما يضايقوش او ما يجبروش يتغاظ او يزعل، لان سايتاما لو زعل هيزعل باتمان وهيزعل العالم كله. مفيش حرفيا اي طريقة لهزيمة سايتاما غير انك تسيبه في حاله وتتمنى من قلبك انه ما يتحولش لشرير. سايتاما مش بس قوي بشكل مرعب، لا ده منيع من الهجمات الذهنية، محدش يعرف يسيطر عليه من الاخر. ممكن يضحك عليه او تخدعه او توقعه في فخ، بس ما تقدرش تسيطر عليه. ده غير انه بيقدر على السفر عبر الزمن، يعني حتى لو لصدفة لقى حد يحاصره يقدر يرجع بالزمن ويهزمه، وده لان سرعته غير قياسية، قادر للسفر على الاكوان الموازية وقادر للسفر لاكوان غير عالمه. يعني يقدر يروح مثلا لعالم جوكو دراجون بول، يروح لعالم ناروتو، يروح لعالم مارفل ودي سي ويقابل باتمان وسوبرمان وايرون مان وكابتن امريكا. هتقولي سوبرمان يقدر يهزمه؟ هقولك لو جمعت سوبرمان واومني مان وهوملاندر واي بطل في خيالك عشان يقاتلوا، كلهم هيتقتلوا بلكمة واحدة بس. في طريقة تانية ممكن يتهزم بيها، انك تستغل صديقه المقرب جينوس، صديقه الآلي، عشان يراقبه في حالة سايتاما فقد السيطرة ويرجعه تاني لصوابه او تهدده بيه. اهم حاجة في الليلة دي اياك تأذي جينوس زي ما عمل جارة كده واقتلع قلبه من جسده. سايتاما ساعتها هينفجر في وشك ومش هيفرق معاه عدد الضحايا اللي هيتاخدوا في الرجلين. الحل الوحيد لباتمان انه يتمنى من قلبه ما يقابلش سايتاما ولا يروح لعالمه العبثي ده، مش هيسلك فيه من الاخر. حرفيا باتمان ما يقدرش على جارة، ما بالك بسايتاما. انا مش ببالغ، سايتاما بطل اتعمل كنوع من البارودي او التريقة على الابطال الاقوياء بغباء زي سوبرمان، الابطال المحميين كتابيا. المؤلف بتاعه عمله عشان يبين لك قد ايه القوة الخارقة المبالغ فيها دي بتأذي الحبكة، وبالغ في الموضوع لدرجة انه خلاه يهزم اي حد بلكمة واحدة، وسمى المانجا بتاعته وان بانش مان او رجل اللكمة الواحدة. ده غير برضو انه بيتريق على الترند بتاع كل بطل انمي لازم يتدرب ويتفشخ عشان يهزم وحوش كونية ويتطور على مدار حلقات كتير فشخ وبتاع. لا هو من اول حلقة بلكمة واحدة يهزم اي شخصية. ده غير انه شخصية كرتونية من غير اي عمق تفتقر للمعاناة اللي اتطوروا كتابيا. هو اتعمل عشان قدرته تكون غير محدودة في عالمه هو بدون اي نقاط ضعف، عشان يتريق على الابطال الخارقين، والمؤلف يبين لك ان القوة الخارقة المبالغ فيها مش حاجة مميزة، المهم القصة. عشان كده تلاقي دايما سايتاما بيتقارن بجوكو، والفانز بيتخيلوهم في معارك سوا، اللي هو بدل ما الناس تفهم انه معمول بارودي على جوكو، لا خدوه بمحمل الجد وضيعوا الحكمة اللي اتعمل عشانها. اخر حاجة هقولها لك تضحكك، سايتاما من كتر ما هو قوي كسر الجدار الرابع، قرر ياخد القلم من المؤلف بتاعه ويرسم نفسه على صفحة المانجا من غير ما يحس، حاجة شبه اللي بيعمله ديدبول كده او اللي بتعمله جوين بول. بس الفرق جوين بول عارفة انها شخصية خيالية في عالم خيالي، اما سايتاما عملها بالعافية من كتر ما هو قوي، فهو اقوى من المؤلف بتاعه اصلا. مرة تانية ضرب المؤلف بتاعه، سدد له لكمة لما اتريق عليه وحطه في موقف محرج. لول بقول لك كده عشان افهمك قد ايه هو شخصية كرتونية بحتة معمولة خصيصا للتريقة على جوكو وسوبرمان واومني مان وكل ما هو خارق بشكل غير طبيعي واوفر باورد. مش عايز ارغي كتير، قول لي عايز مين نتكلم عنه تاني؟ تفتكر مثلا باتمان يقدر يهزم جوكو او يقدر يهزم دكتور مانهاتن او ثانوس او في شخصيات كتير فشخ قوية بغباء، ونادرا لما هنلاقي واحد زي سايتاما باتمان عاجز عن هزيمته او على الاقل اعداد خطة للقضاء عليه او يحرك الابطال اللي في عالمه عشان يهزموه. قول لي رايك في الكومنتات يا معلم، وكالعاده ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع على الانستا لو حبيت الحلقه او حابب المحتوى، وبيس.